أبو محمد كفيف بس قلبه يشوف. من 20 سنة وهو يوصل شغله الساعة 6 الصبح، يشتغل في البدالة، يرد على الناس ويساعدهم بصوته. ما يحتاج إنه يشوف عشان ينجز، لأنه يشوف بروحه وبخلاصه. أبو محمد مثال للإرادة. حسام محمد جواد شهابي، اشتغل في جهاز المساحة. دوري في الجهاز مساحة وتسجيل عقاري. موظف البدالة، أنا استقبل مكالمات المراجعين وأحاول أساعدهم للوصول إلى الموظف أو القسم المعني. وبعض الأوقات إذا تكون المعلومة متوفرة عندي عشان نخفف الضغط على الموظفين، أعطيهم المعلومة عشان يكون أريح وأسرع للمراجع. أبرز التحديات هي يعني دخول الحياة العملية ككفيف في المجتمع تكون صعب في الحركة وفي التأقلم شلون في الحياة العملية. بس الحمد لله هني الجهاز والموظفين ما حسسوني بهالشغلة هذه، بالعكس هم ساعدوني وتعاونوا وياي لأبعد الحدود، بحيث انه ما حسسوني بالصعوبات. انا اول ما داومت كان المبدأ القديم في المنامة. اول يوم كانت الشغلة صعبة، يعني شلون بتحرك، شلون بروح، شلون باي، ما كنت وايد احاتي هالموضوع. بس اول يوم قزرناها بس تعريف المكان، يعني شلون اروح، شلون ارجع، شلون اتحرك، وما كان في بدالة اصلا عندي. بس شوي شوي عرفت البدالة. أول تحويلين عرفت الكونترات، وبعدين عرفت الموظفين، وشوي شوي لما غطيت الموظفين كلهم. طريقة الاستخدام للبدالة كانت في البداية في الصعوبات إن الجماعة الموظفين ما يقصرون يعطوني الأرقام والموظفين، وأنا أروح البيت أم محمد واليهال يساعدوني عشان يملوني اطبعهم بالبرايل، وبعدين احفظ اللي احفظه، والباقي اذا نسيته استرجع للاوراق المطبوعه عندي في الدوام بالبرايل. اذا احتجت ارجع لها الاوراق. احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نرد على اكبر عدد من المكالمات، على اساس الرد السريع هو اللي اول شغله يسبب راحه للمراجع. لأن أنت إذا ترد على المراجع معناته أن في موظف قاعد يحترم الاتصال اللي من عند المراجع. لأن احنا أكثر المكالمات اللي تجينا يقول أنتم الوزارة الوحيدة والإدارة الحكومية الوحيدة اللي ترد سريع. فهذا الإحساس يعطيك أن الحمد لله أنت قاعد تأدي وتنجز عملك المطلوب منك. هذا الشعور يحسس الموظفين وأي موظف تابع لجهاز مساحة بالفخر والاعتزاز انه حصل الدرع الذهبي، لانه يمس الجميع صراحه. هذا الانجاز اللي احنا ما قدرنا نحققه من قبل. الموقف المميز في مره مراجع، فهو هذا كان مشكلته كلش صعبه، فبعدين جاي معصب كان على اساس انه ماخذين من عنده مبلغ وكذي، فبيروح عليه المبلغ. فردينا عليه وقلنا ان شاء الله ما يصح خاطرك الا طيب وكذا. فردينا زين الحين يبي حل، ما في حل. فرحنا عموما اخر شيء حلينا مشكلته. هو الرجال مسكين ما صدق ان حلت مشكلته، راح الى ايام عمار الخشرام اللي يجيبوا موظف البداله عشان اشكره، ابغى اشوفه. وهو تفاجئ يوم شافني ان انت الموظف بداله. قلت له اي نعم. انت اللي تكلمت؟ قلت له ايه. انت كفيف؟ قلت له ايه. قال ما معقوله هذا يطلع منك انت كله. قلت والله هذا مع الاسف ان انا كفيف وخدمتك. احنا ذوي الهمم صراحه عندهم امكانيات وقدرات كلش عاليه، بس نتمنى انهم يحصلون الفرصه عشان يقدرون يبرزون امكانياتهم وقدراتهم.